النهاردة هحكي لكم عن أغرب حاكم مر على تاريخ مصر، وهو الحاكم بأمر الله. اسمه منصور، وهو سادس الخلفاء الفاطميين. اتولى الحكم بعد ما مات أبوه وكان عنده 11 سنة في الوقت ده. بس كان شخص غريب في أفعاله وفي قراراته جدا. تخيلوا طفل عنده 15 سنة قتل قاضي القضاة، غير بقى الوزراء، غير بقى الشعب. كان شخص دموي جدا، واللي كان بيفلت من الموت كان بيقطع ايده او رجله او لسانه، يعني مش هيحله. من ضمن القرارات الغريبة اللي هو خدها، منع أكل الجرجير علشان خاطر السيدة عائشة كانت بتحبه وكانت بتاكله. ومنع أكل الملوخية عشان معاوية بن أبي سفيان كان بياكلها وبيحبها. وأي حاجة كان بيحبها معاوية هو ما كانش بيحبها، لأن ببساطة كان شيعي، فما كانش بيحب أي حد من آل البيت أو من السنيين. ومنع خروج الستات من البيت، حتى منع ان هم يتعمل لهم جزم او شباشب علشان ما يفكروش ان هم يخرجوا. ومنع اكل العنب خالص نهائي عشان كانوا بيعملوا منها خمر. يعني دي تعتبر الحاجة الوحيدة اللي هو عملها كويسة. وأمر إن يتكتب على جدران المساجد شتيمة في كل آل البيت، فأبو بكر وعمر ومعاوية وعثمان. وبعد كده رجع في قراره وقال خلاص امسحوا الشتيمة، وخلى الناس تشتغل طول الليل وتنام طول النهار عشان يخلفوا عن ميعاد الصلاة. ده كمان منع صلاة العيد وصلاة التراويح وصلاة الضحى وصلاة الجمعة، ومنع الحج ومنع الزكاة. كل ده عشان هو أصلا بني آدم جاحد. الغريب بقى إن هو كان بيهتم بالعلم جدا، وهو اللي أنشأ دار الحكمة، وجاب علماء من جميع أنحاء العالم واداهم مرتبات عالية قوي عشان يتفرغوا للعلم وللأبحاث. وفجأة كده وهو قاعد جاله جنون العظمة، لما حد من أتباعه قال له انت قراراتك كلها زي الإله وتصرفاتك كلها زي الإله، ايه رأيك لما تبقى الإله بتاعنا؟ والله ايه رأيك، عادي يعني، ايه يعني. الغريبة بقى ان هو وافق. دي مش غريبة قوي لان هو شخص متخلف عقليا شوية. وافق، وجنون العظمة بقى اشتغل عنده، وان هو خلاص بقى انا فعلا بقيت الاله، وانا حاسس ان انا فيا حاجة حلوة كده من وانا صغير. وطلع قرار ان هو بقى بدل الحاكم بأمر الله يبقى الحاكم بأمره، وخلى الناس تروح تبايعه على الكلام الفاضي دوت. وطبعا الناس كانت مغلوبة على أمرها، لأن ساعتها عرفوا إن اللي مش هيوافق على القرار دوت. فطبعا الناس كانت مغلوبة على أمرها واضطروا يعني إن هم يوافقوا على الهبل ده. لحد بقى ما أخته اللي اسمها ست الملك، أيوة هي اسمها ست الملك والله ده مش لقب يعني، قعدت تنصحه كتير قوي إن هو يوقف عن القرارات الغريبة والتصرفات العجيبة اللي هو بيعملها دي. المهم إن هو ما سمعش كلامها، وعرفت إن هو بيخطط لموتها. فهي بقى سبقته وبمساعدة أقرب الناس ليه تم اغتياله. ملقوش مكانه غير عبايته، يعني ولا جثته موجودة ولا عارفين ان هو اتدفن فين ولا عارفين مكان قبره ولا هو اصلا مات ازاي. بعد كده ست الملك طلعت للشعب العظيم وجابت ابنه اسمه علي، وقالت لهم هو ده الحاكم الجديد، يلا بيعوه. وطبعا عشان الناس يعني كانت غلبانة أوي في الوقت دوت، وآرائها ما كانش قوية أوي زي دلوقتي كده يعني، فمغلوبة على أمرها ووافقت بالحاكم اللي هو علي دوت اللي هو ابنه، وخلاص هو اللي مسك بدل أبوه. وده يعني الحاكم بأمر الله اللي هو أغرب حاكم مسك مصر على مدار السنين والعصور دي كلها. ما استفادش حاجة بحياته غير إن هو كان حاكم ظالم، وعاش وعاش عبيط. يعني لما يقول إن هو الإله ومش عارفة إيه ده، عبيط يعني. بس هي دي حكايته، وأشوفكم في فيديو جديد إن شاء الله. واللي يشوف الفيديو ده يعمل لي متابعة حلوة كده زيه، وما تنسوش اللايك والشير. السلام عليكم.